شغلتنا يا صديقي تلخيص وتظبيط الأفلام لحضرتك عشان تستمتع بيها وانت بتشوفها. لو ما سمعتنيش قبل كده يسعدني انك تسمعني وتتابعني، ولو هتتابعنا يبقى تصلي على النبي الأول وتروح تجيب القهوة الجميلة بتاعتك. ويا ريت قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصل لك كل جديد. بيبدأ الفيلم مع الرائد سمار خبير المتفجرات وقت ما كان بيبطل مفعول قنبلة موجودة في الشارع، وبنعرف إن سمار قدر يبطل مفعول 97 قنبلة قبل دي واتعامل معاهم بدون أي حماية. ولما بيخلص بيركب الموتوسيكل بتاعه وبيروح يقعد في مكان معزول على البحر وبيبدأ يكتب مذكراته. وقتها بتوصل بنت اسمها أكيرا وبتجهز نفسها وبتنط في المية، لكن بتلاقيها ساقعة جدا وكانت خلاص هتغرق. ولما بتلاقي سمار قاعد على الشط بتفضل تنادي عليه عشان يلحقها، ومع ذلك ما بيتحركش من مكانه، لكن بعدها بيطلعها. ولما بتفوق بتقول له انت كنت مستني لما اموت عشان تطلعني، لكنه بيديها الشاي وبيسيبها ويمشي بدون ما يقول لها اي كلمه. وبنعرف ان اكيرا كانت بتصور نفسها وهي بتنط في الميه لانها كانت متراهنه مع اصدقائها على فلوس. بعدها بترجع للبيت، ولما بتخلع الجاكيت بتاع سمار بتلاقي وقعت منه اجنده، ولما بتفتحها بتعرف انها مذكراته وبتبدا تقراها. وبنعرف ان من 10 سنين سمار كان في لندن وكان شغال عامل تجريف تلج، وفي يوم شاف بنت جميله جدا وهي داخله الكنيسه واعجب بها جدا، وبتروح تخاطب الاله بتاعها وبتعرفه انها طلعت الاولى على الجامعه ووالدها سعيد جدا، وبتشكره انه ساعدها. وبتقول له ان في واحد هندي شغال في البورصه جاي يتقدم ليها النهارده، والمشكله انها ما بتحبش الهنود وعمرها ما هتتجوز منهم، وبتطلب منه يبوظ الجوازه وبتوعده ان ده لو حصل مش هتلبس جواكت فرو تاني. وبيكون سمار سامع كل الكلام اللي قالته. بعدها بياخد الجيتار بتاعه وبيعزف في الشارع عشان يلم فلوس يقدر يجيب بها مصاريفه. وبتشوفوا البنت دي وهو بيغني، وبنعرف ان اسمها ميرا. ولما بيخلص بيروح يشتغل في محل اسماك، وبيعجب الشخص ده جدا من طريقه كلامه مع الزباين، وبيديله الكارت بتاعه وبيقول له لو حبيت تشتغل معايا في المطعم هكون سعيد. وفعلا ما بيصدق وبيروح يشتغل في اليوم التاني. وفي اليوم التاني بيكون في حفل خطوبه ميرا، فبيتصدم لما بيشوفها وبيحزن. ولما بيطلع يرمي الزباله بيلاقيها قاعده بره، فبتقول له مش انت الشاب اللي كنت بتغني في الشارع من كام يوم؟ فقال لها ايوه، زي ما انت عارفه الواحد صعب يعيش في لندن بشغلانه واحده. بالمناسبه هو الاله بتاعك ما استجابش ليكي ولا ايه؟ فقالت له عرفت منين؟ فقال لها كنت بنظف التلج بره الكنيسه في اليوم ده وسمعتك. فقالت له اظن ما ينفعش انك تتجسس على اعترافات الناس، بس احب اعرفك ان دعوتي استجابت. انا اتعرفت على روجر من كام سنه وحقيقي هو شخص كويس، وانا سعيده اننا هنكون مع بعض. فقال لها مش باين عليكي، لان وقت ما كان بيلبسك الخاتم ما كنتيش باصه في عينيه، ودلوقتي سبت الحفله وقاعده لوحدك. فبتسيبه وتدخل تاني. وفي اليوم التاني بيكون سمار قاعد في الشارع، فبتجيله ميرا وبتديله فلوس وبتقول له دول عشان تعلمنا غني. فقال لها طب اشمعنى انا اللي اعلمك؟ فقالت له عشان والدي من قريه جلندهار في الهند، وطول عمره بيحلم ان اتعلم اللغه البنجابيه لكن ما قدرتش، وعيد ميلاده ال50 الشهر الجاي وعايز افاجئه واغني له اغنيه بنجابيه زي اللي انت بتغنيها. فقال لها انا والدتي علمتني ما اخدش فلوس من اي حد اعلمه، عشان كده هعلمك اغنيه بنجابيه وفي المقابل انت هتعلميني اتكلم انجليزي كويس، وفي خلال شهر هخليك تغني احسن من اي حد. وفعلا بتوافق. بعدها بتروح ميرا للكنيسه وبتطلب من الاله يساعدها في تعليم الاغنيه اللي هتقدمها لوالدها في عيد ميلاده، وفي المقابل هتبطل تدخين نهائي. وفعلا بيبدا سمار يعلمها ازاي تغني، وهي بتعلمه ازاي يتكلم انجليزي كويس، وبيعرفها انه من قريه صغيره في الهند، ووالده واجداده كلهم خدموا في الجيش وضحوا بحياتهم. ولما جه وقت دخوله الجيش والدته رفضت وخافت عليه، وجمعت له فلوس وسفرته لندن عشان يكون مستقبله. وبعد مرور شهر بتقدر ميرا تغني وتعزف بكل احترافيه، لكن اداها ما بيعجبوش. فبتقول له انت ظالم، انا قدرت اعلمك انجليزي كويس وانت مش قادر تعلمني حتى اغنيه واحده. فقال لها لا انت اتعلمت فعلا وبتعزفي كويس كمان، لكن المشكله انك خايفه وانت بتغني، وخايفه من الكام واحد اللي حواليكي. لو انت بقى مش قادره تغني قدام الكام واحد دول هتغني ازاي قدام كل ضيوف الحفله؟ فبتتعصب عليه. فقال لها هو ده اللي انت شاطره فيه، كل شويه تتعصب عليا. وبياخد تليفونها وبيكلم بنت اسمها ماريا وبيقول لها انا ليا صديقه من النوع الخجول وعايزك تخليها جريئه شويه. ولما بيقفل معاها بيقول لي مره كلمها الساعه 6 ويا ريت ما تعرفيش حد المكان اللي هتروحيه. فبتقول له انت بتعمل كل ده عشان ايه؟ فقال لها لان عايز اخليكي واثقه من نفسك اكتر من كده. بعدها بتروح تحضر مع ماريا الحفله اللي اتفقوا عليها، وبتكون خايفه ومتوتره جدا لانها اول مره تدخل مكان زي ده، لكن لما بتشوف سمار بتطمن. فبيقول لها انا اسمي راج وانت اسمك ايه؟ فقالت له تينا. فبيقول لها ايطاليه؟ فقالت له لا هنديه، بس مع ذلك ما بحبش الرجاله الهنود لانهم مملين جدا وانا بحب الخطوره. بعدها بيبدا الكل يرقص ويحتفل، فبتتشجع ميرا وبتبدا ترقص هي كمان، وبيدخل سمار يرقص معاها وبيقدموا عرض قوي جدا. وبعد نهايه السهره بيروح يوصلها لمحطه المترو، فبتقول له انا النهارده قضيت افضل وقت في حياتي. فقال لها اللي يشوفك في الحفله
ما يقولش عليك من عيله غنيه، لكن مع ذلك انا وقعت في حبك ومش عارف اعمل ايه. فبتضحك على كلامه، فقال لها على فكره انا بتكلم بجد، انا بحبك، انا عارف انك هتتجوزي روجر، دلوقتي الشهر خلص ومش هنتقابل تاني، فما فيش داعي للتوتر، القطر بتاعك وصل وكل واحد فينا هيروح من طريق وهي دي النهايه. فبتتصدم ميرا من كلامه وما بتكونش عارفه تقول ايه. وقبل ما تركب القطر بيقول لها لو انا جيت بوستك هتضربني بالقلم، لكنها ما بتردش عليه، فبيروح يديها بوسه وبيسيبها ويمشي. بعدها بتبدا الحفله وبتقدم ميرا الاغنيه بتاعتها في عيد ميلاد والدها، وبتتخيل سمار جنبها طول الوقت، وبيفرح والدها جدا باللي عملته عشانه. وبيكمل سمار حياته وشغله، لكن كل تفكيره بيكون مع ميرا. وبعد كام يوم بيلاقيها جايه ليه، ولما بيقعد معاها بيقول لها شكلك كده وقعت في حبي ومش قادره تعيشي من غيري. فقالت له انا هتجوز روجر لان والدي عايز كده، وانا لازم اسمع كلامه لانه دايما بيحقق لي كل اللي بتمناه، ودي اول مره يطلب مني حاجه، عشان كده ما اقدرش ارفض طلبه. وبتعرفه ان والدتها سابته وهربت مع واحد تاني، وكان وقتها عندها 12 سنه، ووالدها هو اللي اخد باله منها ورباها، وانها اول مره تقول الكلام ده لحد، حتى روجر ما يعرفش القصه دي. انا بقول لك الكلام ده عشان تساعدني. وبتاخده وبتروح للكنيسه وبتقول له احنا لازم نوعد بعض اننا نفضل اصدقاء وبس، ومش هنتجوز الحد ده مهما حصل، ولو خالفنا الوعد ده نستحق اي عقاب. فقال لها انا عمري ما هكون صديق ليكي، لكن ما تقلقيش انا مش هتجاوز حدودي، عشان كده مش محتاجه اقدم اي وعود. فبتقول له ده مش عشانك، ده عشاني انا، عشان ما اضعفش وارتكب اي خطا. وفعلا بيسمع كلامها، وبعدها بيروح يوصلها لبيتها وبيسيبها ويمشي وهو متاثر وحزين من كل اللي حصل. وفي اليوم التاني بتروح ميرا للشركه، فبتجيلها رساله من والدتها، ولما بتفتحها بتلاقيها كاتبه لها انها قرأت عن جوازها في المجله وما قدرتش تعمل حاجه، ومع مرور كل السنين دي الا انها كل يوم بتفكر فيها، لكنها وعدت والدها قبل كده انها مش هتتصل بها مهما حصل. وفي كل اعياد ميلادها اللي فاتت كانت بتشتري الهديه وبتحتفل بها وبتحطها في الخزنه لحد ما تقابلها في يوم من الايام. لكن المره دي ما قدرتش تمنع نفسها، لان كل ام بتحلم انها تلبس بنتها سار الزفاف بنفسها، لكن عشان مش هتقدر تحضر فرحها بعتت لها سار الزفاف اللي كانت لابساه في فرحها، وانها احتفظت بيه عشان اليوم ده. فبتتاثر ميرا جدا من كلام والدتها وبتروح تحكي لسمار على اللي حصل، فبياخدها وبيروح عشان تقابلها. واول ما بتشوفها بتاخدها في حضنها وهي بتبكي لانها اخيرا شافت بنتها، لكن ميرا بتكون مشاعرها متلخبطه ومش عارفه تعمل ايه. ولما بتقعد معاها بتعرفها انها اتجوزت والدها وهي عندها 19 سنه، وانه كان راجل لطيف جدا، لكنها ما قدرتش تحبه، وطول الوقت كانت حاسه ان في حاجه ناقصاها، لحد ما في يوم قابلت عمران ووقتها حبته. وكان عمر ميرا وقتها 4 سنين، عشان كده منعت نفسها، لكن لما بقى عندها 12 سنه استسلمت وسابت والدها وراحت مع عمران. وانها وقتها فهمت انها لو ما كانتش سعيده مش هتقدر تسعد اللي حواليها، وانها لما قالت لعمران مش عايزه اطفال تاني ما كانش عنده اي مانع. ومن وقتها وهي عايشه حياه سعيده وما يقدروش يبعدوا عن بعض. فبتقول لها ميرا انا كنت بكرهك طول السنين اللي فاتت، بس كنت صغيره ومش فاهمه حاجه، لكن دلوقتي فهمت، واللي انت عملتيه هو الصح. وبتترمي في حضنها. بعدها بتروح لعمران وبتشكره لانه قدر يسعد والدتها. فقال لها المفروض انا اللي اشكرك، انا طول السنين اللي فاتت وانا بحاول اعوض غيابك، لكن دلوقتي انا متاكد انها هتفضل سعيده باقي حياتها. فبتساله انت ازاي فضلت مستنيه 8 سنين بدون اي وعود، وازاي كنت متاكد انكم هتكونوا لبعض؟ فقال لها الكل حب وقته، وانا كنت متاكد اننا طالما بنحب بعض هنقدر نتحدى كل الظروف. وبعدها بتودعهم وتمشي. ولما بيقفوا في الطريق بتقول لي سمار انا بحبك ومش هقدر اعيش من غيرك، وبتديله بوسه، فبيرمي اللي في ايده وبيديها بوسه طويله. ومن هنا بتبدا بينهم قصه الحب الحقيقيه، وبيقضوا كل وقتهم مع بعض في فرح وسعاده. وفي يوم بيروح يوصلها عشان تحضر عيد ميلاد واحده صاحبتها، وبتاكد له انها هتتكلم مع والدها في موضوعهم النهارده، فقال لها اكيد هيوافق، وبيسيبها عشان يروح شغله. لكن وقتها بتخبطه عربيه فبتجري عليه زي المجنونه، وبتدعي للاله بتاعها انه يرجعه للحياه تاني ويبقى كويس، مقابل انها ما تقابلوش تاني وهتسيبه للابد. وقتها بتوصل الاسعاف وبيعملوا له الاسعافات اللازمه، وفعلا بيفوق. فبتفرح ميرا انه لسه عايش، لكن وقتها بتفتكر الوعد اللي لسه واخداه على نفسها وبتسيب المكان وبتمشي. بعدها بيرجع سمار للبيت وبيحاول يتصل بيها، لكنه بيلاقي تليفونها مقفول. وبيسال زين صديقه انت سالت عنها في مكتبها ولا لا؟ فقال له سالت، والحارس قال لي انها ما جتش بقالها كام يوم. وبيعرفه انه راجع بعد اسبوع لباكستان، احسن ما يفضل قاعد من غير شغل وكمان عايش عالي عليه. وقتها بتجيله ميرا فبيسيبهم زين وبيخرج. فبيسالها والدك ما وافقش عليا ولا ايه؟ فقالت له ما اتكلمتش معاه. فبيقول لها امال كنت فين الكام يوم اللي فاتوا؟ فقالت له كنت بصلي وبدعي. ولما سالها ان كان دعاها اتقبل ولا لا قالت له ايوه، وكنت بدعي انك ترجع احسن من الاول. فقال لها طب وايه المقابل؟ فقالت له انت، انا دعيت لك تفضل عايش باي طريقه مقابل ان اسيبك للابد. انا عارفه انك بتقول عليا مجنونه، لكن دي معتقدات ومش هقدر اغيرها. انا جايه هنا عشان اقول لك اني هتجوز روجر، وعايز اطلب منك حاجه، يا ريت تسيب لندن وتروح لاي مكان بعيد. تحب تقول حاجه قبل ما امشي؟ فقال لها زواج سعيد. ولما جت تقرب منه بيبعدها
عليها وبيقول لها اوعي تعملي كده، فبتسيبه وتمشي. بعدها بيرجع زين للشقه وبيلاقي فلوس كتير وجواب من سمار، وبيقول له في كلم والدتك وقول لها انك ليك فايده وهتقدر تبني مستقبلك، وقول لها ان ابنك التاني راجع للهند وخلاها تدعي لي، وانا هسيب لك كل الفلوس وهمشي، وعايزك تعمل حاجه تنفعك وهرجع لك في يوم من الايام عشان اخد نسبتي. فبيتاثر زين جدا من اللي سمار عمله عشانه. اما سمار فبيروح للكنيسه وبيقول للاله كل ده غلط، ومن دلوقتي الحرب بدات بيني وبينك، انت سرقت مني حبي وانا هسرق ايمانها بيك، ومن دلوقتي هقرب من الموت كل يوم وهنشوف لحد امتى هتخليني عايش. ومن بعدها بيرجع للهند وبيبقى الرائد سمار خبير المتفجرات. ولحد هنا بتخلص أكيرا مذكرات سمار وبتكون متأثرة جدا، وبتروح في اليوم التاني لنفس المكان اللي قابلت فيه سمار عشان ترجع له الجاكيت تاني، وبتحاول تتكلم معاه وبتقول له انت ليه ما رجعتش لميرا، ويا ترى قابلتها مرة تانية، لكنه ما بيردش عليها. فبتقول له انا كنت عايز اعرف بس القصة دي حقيقية ولا انت اللي مألفها. فقال لها انت اسمك ايه؟ فقالت له أكيرا. فقال لها اعتبرها قصة وما تشغليش نفسك بيها، وبيسيبها ويمشي. بعدها بتروح لمكتب المديرة بتاعتها وبتترجاها تخليها تعمل فيلم وثائقي لان دي فرصتها في النجاح. فقالت لها انت ما عندكيش خبرة كافية ويا ريت تنسي الموضوع. فقالت لها انا طول عمري بحلم ان اشتغل في قناة ديسكفري واسافر واصنع افلام وثائقية، ارجوك توافقي. فقالت لها خلاص قدامك اسبوعين وهتتحملي مسؤولية نفسك وهتهتم بالكاميرا والصوت وكل حاجة لوحدك، ولو الفيلم اللي عملتيه ما عجبنيش هطردك من القناة. فبتفرح جدا انها اخذت الفرصة. وفي اليوم التاني بيقول القائد لسمار ان في فيلم وثائقي هيتعمل عنه عشان يشجع الشباب للانضمام للجيش وبالتحديد لفرقة المتفجرات، وانهم لما بيشوفوه وهو بيعطل القنابل بكل شجاعة هيحفزهم وهياخدوه قدوة ليهم، وبيعرفوا ان مدة التصوير هتستمر اسبوعين. بعدها بتوصل أكيرا بالمعدات بتاعتها وبتقول لسمار انا هفضل جنبك لمدة اسبوعين وهروح معاك في كل مكان، وبتتعرف على باقي زمايله في الكتيبة. وبتبدأ اول مهمة ليها وبيطلب سمار منها تبعد عنه 350 متر عشان لو القنبلة انفجرت ما يحصلهاش حاجة، وبيروح لمكان القنابل عشان يعطلها وبيفضل يدور على زر التفجير لحد ما بيلاقيه جنب أكيرا. فبينده عليها عشان تبعد عنه لكنها ما بتسمعوش، فبيجري بأقصى سرعة عشان يبعدها عنه لكنها بتدوس عليه وبينفجر المكان. فبيتعصب عليها جدا لأنها خلفت الأوامر وكمان كانت هتنهي حياة الفريق بالكامل في لحظة واحدة، وبيطلب منها ترجع وتنسى موضوع التصوير. فقالت له مستحيل أسيب المكان، دي فرصتي الوحيدة عشان أنجح وصدقني مش هعمل حاجة تزعلك تاني. فقال لها مش هينفع، حاول تنسى الموضوع. فقالت له يعني لو طلبت منك تنسى ميرا هتنساها؟ أنا مش همشي وهروح معاكم في كل مكان. فبيضطر يوافق. بعدها بيقعد سمار في مكان هادي وبيفضل يغني، ولما بتسمعه أكيرا بتروح تصوره وبتكون متأثرة جدا لما بتشوفه بيغني واخد مذكراته في حضنه. وفي آخر اليوم بتتفرج على الفيديو اللي صورته وبتقول له وعد مني خلال الأسبوعين دول هخليك تغني ليا وتحبني زي ما حبيتك. وفي اليوم التاني بتلعب معاهم كرة وبتخلي واحد من المجندين يصورهم، لكن فجأة بتيجي الكرة في الكاميرا وبتتكسر، وبالليل بيحاولوا يصلحوها لكنهم بيفشلوا ولازم حد مختص هو اللي يصلحها. فبتحزن جدا من اللي حصل وبتقول لسمار انا مهمتي انتهت معاك وهرجع لديلهي بكره، اخيرا هتخلص مني. وفي اليوم التاني بتجهز نفسها عشان تمشي لكنها بتتفاجئ ان المجندين بيصوروها. فبتفرح جدا وبتسالهم مين اللي صلحها، فبيقولوا لها سمار، وفضل سهران طول الليل لحد ما صلحها. فبتروح تشكره وبتقول انا عارفه انت صلحت الكاميرا ليه، اكيد عشان وقعت في حبي. فقال لها طب اسكت احسن اكسرها تاني. فبتساله طب ايه السبب اللي يخليك سهران طول الليل عشان تصلحها؟ فقال لها لان شايف ان عندك شغف ومستعده تقضي حياتك تجري ورا حلمك عشان تحققيه، فحبيت اديلك الفرصه عشان ما تقضيش باقي حياتك بدون هدف. بعدها بتروح معاه عشان يفكوا قنبله وبتكون على مسافه قريبه منه، وبتقول له هو انت هتفضل تحب ميرا طول حياتك ولا في فرصه تحب حد تاني؟ انا قدامك اهو بنت حلوه ومسليه، فكر ورد عليا، وعلى فكره انا ما باخدش وعود على نفسي قدام الاله زي ميرا، يعني مستحيل اسيبك. فبيضحك على كلامها. وبتبدا أكيرا طول فتره الاسبوعين تغني وتنشر البهجه في كل مكان عشان تخليه يضحك ويخرج من همومه، وفعلا بتنجح. وبعد نهايه الاسبوعين بتساله السؤال الاخير وبتقول له انت ليه مش بتلبس الستره الوقائيه من الانفجارات؟ فقال لها السترات دي مهمتها تحمي الواحد وقت الخطر، لكن احب اقول لك ان الحياه بتاذي الانسان اكتر من القنابل، وانا بالنسبه لي اتاذيت كتير. فبتشكره أكيرا انه ساعدها في التقرير بتاعها، وقبل ما يمشي بتقول له انا بحبك بجنون. فبيتصدم وما بيعرفش يقول ايه. فبتقول له مفيش داعي تقول حاجه، انا عارفه انك مش مهتم لان عمرك ما هتنسى ميرا، بس انا عايزاك تعرف ان حبيتك من كل قلبي لكني فشلت ان اخليك تحبني. فقال لها انا مش عايزك تحبي زيي لان لو ضحكتك راحت العالم هيخسر حاجه كبيره، وبيسيبها ويمشي. وفي اليوم التاني بتودع الجنود قبل ما تمشي وبيودعها سمار هو كمان. بعدها بترجع للقناه وبتوري المديره الفيلم اللي عملته، فبتتاثر جدا وبيعجبها وبتعرفها انه خلاص اتقبل. فبتفرح جدا بالانجاز اللي عملته. فبتقول لها المديره انه لازم يجي لندن في اقرب وقت عشان رئيس القناه يتاكد انه شخص حقيقي وقصته حقيقيه. فقالت لها مستحيل هيوافق. فقالت لها
لها لو ما جاش الفيلم هيترفض، قدامك 24 ساعه عشان تقنعيه يحضر. فبتروح تتصل بيه وبتعرفه ان الفيلم اتقبل وهيخلوه القصه الرئيسيه لشهر سبتمبر، وكمان اتحدد لها راتب مبدئي 25,000 وعقد لمده 3 سنين. فبيبارك لها على الانجاز اللي عملته وبيقول لها كويس انك خليتيني مشهوره قبل ما اموت. فقالت له بس في مشكله صغيره، كل اللي انا قلته لك ده مش هيحصل غير لما تيجي لندن، وده طلبهم لان لسه جديده وهو يوم واحد، هتيجي يتاكدوا من القصه وترجع تاني، ارجوك توافق. فقال لها انا اسف مش هقدر اجي. فبتحزن اكيرا جدا لانها خسرت حلمها اللي كانت خلاص قربت تحققه. وبعد اسبوع بيكلمها وبيقول لها انا واقف قدام القناه، هتطلعي تقابليني ولا امشي تاني؟ فبتفرح جدا انه جه عشانها وبتروح له وهي مش مصدقه نفسها، ومن شده فرحتها بتنسى نفسها لحد ما كانت هتخبطها عربيه، لكنه بيلحقها وبياخد الخبطه مكانها، وبتكون اكيرا هتتجنن عليه. بعدها بيروح للمستشفى، ولما بتدخل ليه بيقول لها ميرا فين؟ ممكن تتصلي بيها لو سمحتي؟ الممرضه قالت لي انها قاعده بره. فبتتصدم اكيرا من كلامه، ولما بتجيله الدكتوره بتساله عن اسمه وسنه، فقال لها اسمي سمار وعندي 28 سنه. فبتقول له احنا في سنه كام؟ فقال لها في 2002. فبتروح تسال اكيرا هو سمار اتعرض لحادثه قبل كده؟ فقالت لها ايوه من 10 سنين. فقالت لها انه فقد الذاكره ومش فاكر اي حاجه من ال10 سنين اللي فاتوا، وذاكرته واقفه عند 2002 وقت الحادثه الاولى، وعشان نرجع له ذاكرته تاني لازم نجيب كل الاشخاص اللي كان يعرفهم، لانه لما يكون معاهم حالته هتتحسن اسرع. ودي اسماء كل اللي يعرفهم وعناوينهم على حسب كلامه، لكن انا عايزاك تركزي على ميرا لانه بيسال عليها من امبارح. فبتروح في اليوم التاني لبيت ميرا وبتلاقيها بتحتفل بعيد ميلاد بنتها هي وروجر، وبيكون معاهم اصدقائهم. فبتسيب المكان وتمشي. بعدها بتروح لها الشركه وبتقول لها انا عايزه اتكلم معاكي في موضوع يخص سمار. ولما بتقعد معاها بتحكي لها على اللي حصل له، وبتقول لها انا عارفه ان عندك زوج وبنت بس محدش هيقدر يساعده غيرك. وفعلا بتوافق وبتروح له المستشفى، واول ما بيشوفها بياخدها في حضنه وبيفضل يتكلم معاها. ولما بتجيله في اليوم التاني بتقعد معاهم الدكتوره وبتساله عن الحادثه اللي تعرض لها، فبيحكي لها على الحادثه القديمه اللي حصلت له. فقالت له الحادثه دي حصلت من 10 سنين واحنا مش في 2002، احنا في 2012. انت مصاب بفقدان ذاكره مؤقت لكن ما تقلقش هتفتكر كل حاجه مع الوقت. فبيسال ميرا هو احنا مع بعض طول ال10 سنين اللي فاتت؟ فقالت له ايوه ومتجوزين من 5 سنين. فبيقول لها انا عايز افتكر كل لحظه قضيتها معاكي طول ال10 سنين. ولما بتقعد معاها اكيرا بتقول لها ما ينفعش تتمدي اكتر من كده، انت برضو عندك بيت واسره. فقالت لها انا مش متجوزه ولا عندي اسره، وروجر صديق قديم واتجوز وطلق، وكل سنه بساعده في ترتيبات حفل عيد ميلاد بنته. انا مش هقدر اشوف سمار بيتعذب كل يوم كده، ولازم اعمل كل اللي اقدر عليه، انا بحبه وهفضل احبه للابد. بعدها بيروح لصديقه زين واللي بقى صاحب اكبر سلسله مطاعم في لندن، وبيحكوا له على اللي حصل لصديق عمره وبيطلبوا منه مساعدته، وفعلا بيوافق بدون تفكير. بعدها بيروح سمار لبيت زين وبتكون ميرا مستنيه على اساس انها مراته، وبتقضي معاه فتره من الوقت عشان حالته ما تتدهورش ويستعيد ذاكرته في اسرع وقت. ولما بيكون قدام المرايه بيفتكر مشهد التفجير لكنه ما بيركزش معاه. ولما بتجيله ميرا بياخدها في حضنه وبيقول لها انا حاسس اني بقابلك لاول مره بعد سنين كتير. وبعد كام يوم بتروح للدكتوره وبتقول لها انا مش هقدر اكمل. فبتترجاها اكيرا تستنى كام يوم لحد ما يبقى كويس، لكنها بتصمم على رايها. فبتقول لها الدكتوره يبقى احنا لازم ناخد خطوه جديده ونخلي اكيرا تقابله، وممكن اول ما يشوفها الذاكره ترجع له. وفعلا بتروح تقابله عشان تعمل معاه لقاء، وبتصوره وهو بيحكي قصه نجاحه وانه تحول من عامل صغير لصاحب اكبر سلسله مطاعم في لندن. وبتكون اكيرا حزينه جدا لانه نسيها. ولما بتخلص معاه بتروح تقابل ميرا وبتقول لها سمار اللي انا شفته النهارده كله حيويه وسعاده غير اللي انا اعرفه قبل كده. احب اقول لك انه عايش بسبب حبك، لكن من غيرك يعتبر عايش بدون روح. انا جاي النهارده عشان اقول لك اني متنازله عن حبه وهحاول انساه، ولو كنت مانعه نفسك بسببي يبقى انت بتضيعي وقت كتير. فقالت لها انا ما منعتش نفسي بسببك، انا منعت نفسي بسببه هو. انا عايز اقرب منه واترمي في حضنه بس خايفه يحصل له حاجه لاني واخده وعد على نفسي. بعدها بيكون سمار واقف في محطه القطر، فبيلاقي قوات بتخلي المكان عشان فيه قنبله، ووقتها بيبدا يفتكر كل حاجه وبيروح لمكان القنبله وبيقدر يبطل مفعولها. فبيشكروا الضابط على اللي عمله وبيسالوا عن اسمه، فقال له الرائد سمار من الجيش الهندي، وبيسيب المكان ويمشي وهو بيسترجع كل ذكرياته. بعدها بيروح الكنيسه ومعاه ميرا وبيقول لها انا النهارده هتجوزك مره تانية. فقالت له مش هينفع. فبيسالها ليه؟ مش انت قلت اننا اتجوزنا؟ خلاص ما فيهاش حاجه. لكنها بتسيبه وتمشي. فقال لها ليه كدبت عليا؟ انا خلاص افتكرت كل حاجه، وكل يوم وانا في الجيش كنت بسال نفسي هو انا ليه لسه عايش، لكن دلوقتي عرفت ليه تبعدي عني طول الفتره دي. عشان وعد اخدتيه على نفسك. على الاقل لو كنت سبتيني عشان واحد تاني كنت مع الوقت اسامحه، لكن انا مش هقدر اسامحك. انا راجع للهند تاني وهقدر اعيش كمان 100 سنه من غيرك. وبيسيبها ويمشي. بعدها بيروح للمطار ومعاه اكيرا وبتقول له يا ريت نقدر امحيك من ذاكرتي. فقال لها لو انا كنت فضلت فاقد الذاكره كنت اكيد احبك انت وكنا هنعيش قصه حب كامله. انا عايز اقول لك حاجه، اوعي تبقي زيي. فقالت له للاسف فات الاوان.
الأوان وبتترمي في حضنه. بعدها بيرجع للهند تاني عشان يكمل شغله، وبيقدر يفك قنبلة كبيرة ومعقدة. وقتها بتجيله ميرا وبتقول له انت ما تحملتش لوحدك تعب ال10 سنين اللي فاتت، انا كنت بموت كل يوم بسبب بعدك عني، وبعد المدة دي كلها فهمت ان الاله لسه مخليك عايش عشان تكون معايا. فقال لها يعني ما كانش ينفع تعرف الكلام ده بدري شوية؟ فقالت له الكل حب وقته، وهو ده وقتنا. وقتها بتعرفوا الجنود ان في قنبلة تانية لقيوها، فبيسيبها وبيروح عشان يبطل مفعولها، وهي بتكون خايفة ومرعوبة لا يحصل له حاجة. في نفس الوقت بتقدم أكيرا الفيلم الوثائقي بتاعه لكل الناس، وبتعرفهم ان قدر يبطل مفعول 108 قنبلة، ودلوقتي بيبطل مفعول القنبلة الأخيرة، وفعلا بينجح في إبطال مفعولها، وبيرجع من تاني لميرا وبيطلب منها الجواز، وأخيرا بتوافق. وبكده ينتهي فيلمنا، وربنا ما يحرمنا ابدا من الافلام الجامده دي اللي مخليانا دايما معاكم. وما تنساش يا صديقي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد بننزله. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو وصل الفيديو ل50,000 لايك هتلاقيني منزل لك الجديد.